يتهجمني إن لم يكن بك غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح علي أمر الدنيا من أن يحل بي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء الذي تقطر دما الله سبحانه وتعالى استجاب، وأرسل ملك الجبال وجبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيء جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام والدم ينزف من رأسه إلى أخمص قدميه والألم في جسده، يقول يا محمد يا رسول الله إن هذا ملك الجبال فأمر ما تريد. فإذا أردت أن يطبق عليهم الأخشبين، لأن مكة بين جبلين كبيرين، إذا أردت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، أؤمر ماذا تريد. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا تظهر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تظهر أنه رحمة للعالمين. الدم ينزل والألم يعصر جسده، وملك الجبال أمامه ينتظر منه إشارة أن يطبق عليهم الأخشبين، ومع ذلك يقول رسول الله، يقول حبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. صلاة وسلاما عليك يا خير الأنام، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. هذا هو رسول الله. أين الإرهاب يا جماعة؟ تصفحوا تاريخ رسول الله لنفسر للعالم غير المسلم هذا الأخلاق الجميلة، هذا الأخلاق التي تنصع لو تحرك العالم لعاش في هناء. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة في فتح مكة رأى كلبين ومعه هذا الجيش الجرار. رحمته انتقلت، لم تكن في مستوى البشر فقط، وإنما انتقلت رحمته حتى إلى الحيوان، حتى إلى البهائم. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام ترك كتيبة من الجيوش جنب هذين الكلبين ليحموه من هذا الجيش الجرار، لأن الجيش الكبير لا يهتم ولا يرى كلبين، رحمة بالحيوان وعطفا بهم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض أي شيء، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى الأخلاق الجميلة. أين الإرهاب أيها العالم؟ إنهم لا يعرفون شيء، وأصبح فنا. أي جريدة تريد أن تبيع نسخا كبيرة لابد أن تذهب إلى هذا المجال، تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بريء. هذه الشتم، هذه الإهانة لا تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله يعصمك من الناس في الدنيا والآخرة، قبل الممات وبعد الممات، والله يعصمك من الناس. الدين الإسلامي يكون محفوظ، محمد عليه الصلاة والسلام وشرفه تكون محفوظة إلى يوم الدين. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نستطيع أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. بالمظاهرات فقط؟ المظاهرات لا بأس بها، نوع من التعبير، أنا لا أرفضها تمام، ولكن علينا
أن نتعلم سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن نجعل منهجنا سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن نحلو حظه ونفسر للعالم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إرهابيا كما يدعون وكما يعملون بعض الجهال. الرسول عليه الصلاة والسلام حبه عقيدة. بعض الجهال من المسلمين لا يعرفون ذلك، إن حب المصطفى عليه الصلاة والسلام عقيدة واتباعه واجب. فرق بين الحب والاتباع. بعض الناس يقول لا، لماذا تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لا يحتاج إلى مدح. نبي الله أمان وبرامه كلمات فارغة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب فرض عين. الرسول الله سبحانه وتعالى مدح رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا ذلك، وإنك لعلى خلق عظيم. أي مدح أعظم من ذلك؟ وإنك لعلى خلق عظيم. الجاهل الذي يقول لا تمدح رسول الله ونستمع ونقول له والله إنه عالم جليل، لا، هذا كذب وافتراء وبهتان. أي شهادة أعظم وإنك لعلى خلق عظيم. You are the best behavior. This is testimony from the God. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه المصطفى وإنك لعلى خلق عظيم، وما استعظمه العظيم عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء عمر بن الخطاب، وكلنا نعرف من هو عمر بن الخطاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر. يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله يا حبيب الله إنني أحبك من أهلي ومالي إلا النفس التي بين جنبي. فماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنك لم تجد، إيمانك ليس كاملا. فقال بعد ذلك حتى النفس التي بين جنبي أحبك من نفسي ومالي ومن نفسي التي بين جنبي. فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام الآن، يعني الآن آمنت. فحب المصطفى عليه الصلاة والسلام عقيدة. إذا لا تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم عقيدتك ليست كاملة. قد تتبع الإنسان وأنت تكره. إنسان قوي، ديكتاتور، رئيس جمهورية أو ملك، تخاف منه وتصفق له وتقول عش عش أنت نفديك بدمنا. ليس حبا في داخلك، وإنما أنت تابع له، ومع ذلك لا تحبه. إذن الاتباع شيء يا أخي بالعقل وبالمنطق. الاتباع شيء والحب شيء آخر. حينما تدخل الإسلام لابد أن تقر الشهادة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا قلت أن محمد رجل بشر، واحد يقول لك هذا بشر، محمد بشر صح، وليس كبشر مثلنا. إنه بشر يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، ولكن ليس بشرا كمثلنا. فمن قال أنه بشر مثلي أو مثلك فإنه قد كفر. ليس بشر مثلنا. إنه يأتيه الوحي. هل يأتيك الوحي؟ إنه معصوم. هل أنت معصوم؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ورفعنا لك ذكر. رفعنا لك ذكر. هل القرآن قال لك أنك مرفوع الذكر؟ أبدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر وليس كمثلنا. إنه بشر يأكل ما فماذا الذي يقول الرسول بشر وليس مثلنا؟ من هو؟ ماذا كان يقول الكفار؟ يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون. إذا ما الفرق بينك وبين هذا الكافر الذي قال هذا الكلام؟ حب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومدحه. فرق بين المدح والإطراء. بعض الناس يختلطون، لا يعرفون اللغة العربية ويختلطون بين المدح والإطراء. الإطراء حرام. ما هو الإطراء؟ أن تدعي شيئا ليس في المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن المدح أن تقول أنك رسول الله، أنك حبيب الله، أن تقول فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. أين الإطراء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشرية جمعاء. خير البشرية، خير من خلق، ليس
خالقا. اللي ترى أن تقول كما قالت النصارى،